بسم الله واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي الموجود في الأسواق الكرنب اللي هم بيسموه البطة أو اللي هي المبطة. الكرنبة دي بتبقى الورق بتاعها يعني ايه مضغوط كده على بعضه ومحتاج معاملة خاصة وانتي بتقطعيه، فانا جبتلك الطريقة دي سهلة في التقطيع. هتيجي من جنب، شايفة الحتة اللي هي العظمة دي، تيجي جنبها كده وبالسكينة وتنزلي تقطعي لما للآخر. كل واحدة هتعملي فيها كده لما الكرنبة بتاعتي كلها تخلص. شايفين احنا عندنا حوالي 5 فروع او 6 فروع، من جنب كل فرع وتنزلي للآخر على مهلك كده وبالراحة، عشان احنا عايزين الورق بتاعنا يطلع ايه بمنتهى السلاسة ومنتهى السهولة. بعد ما تخلصي الجوانب كلها من جنب كل فرع زي ما انت شايفة كده، هتلاقيها وقعت معاكي، يعني الحتة المعضمة دي وقعت، والمثلث بتاعها هيبتدي ايه انزل بيه بالسكينة للآخر. هعمل دايرة حوالين ايه الراس كده، شايفة كده؟ الطريقة دي يعني انا عملتها ريحتني قوي في عمايل الكرنبة اللي هو البطة ده. كل طبقة طلعت زي ايه، عارفة، مثلث كده كبير. شايفة هتطلع معاكي مثلث كده. اول حاجة ما خدتش وقت في التقطيع، وتاني حاجة موضوع مريح جدا. هتيجي بقى في الحتة اللي ماسكة الراس بينهم دي، هتفصليها بكل سهولة بالسكينة كده وتروحي شايلاها. اللي فاصلة الراس دي في اخر قطعة موجودة اهي، هتلاقيها كلها طلع بيهم مرة واحدة. ده العظم اللي احنا ممكن نخلله او كده. ده جزء اهو، ده جزء على بعضيه. الكرنب ده يا جماعه مش حرفيا مش بيحتاج ان هو يتسلق كتير، يا دوب ينزل في الميه وتخرجيه، مش بتحمل خالص. فانا عندي الميه بتكون على النار، شايفه خرجت معايا ازاي؟ الميه بتكون على النار، احط فيها معلقه ملح ومعلقه سكر ومعلقه كمون. السكر بيوازن شويه في طعمه، وكمان ما السكر عندي بيخلي الورقه ما تشدش كده. في نوع من الورق مهما انت تسويه على النار تلاقي المحشي بتاعك فيه شده كده، لا ده السكر بيظبط لك الطعم. وكمان معلقه كمون عشان يقلل من الغازات والانتفاخات اللي موجوده فيه. تنزلي بيه يعني حوالي ايه، هنقول دقيقه هنا الناحيه دي ودقيقه الناحيه دي. ما بياخدش معاكي حرفيا سلق كتير، لان لو طولت عليه الورقه هيتهري منك. بعد كده تخرجيه على ميه ساقعه عشان توقفي اولا تغسليه حلو، وتوقفي سوى الورق بتاع الكرنب، لان لو سيبناه في البخار اللي هيبقى خارج بيه هتلاقي الورق يعني اتهرى معاكي جامد. على ميه ساقعه على طول. تعملي بقى كل، واذا حابه تشيلي من الورق ده حرفيا نزليه في الميه السخنه وخرجيه. يعني انا شفت ناس بتشيلها كده في الفريزر من غير ما تحط فيها اي حاجه، لانه ما بيحتاجش سوى يا جماعه. فانت حطيه في الميه وخرجيه على طول، هتلاقيه طري معاكي لو بتشيليه في الفريزر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامه.